في عالم بيتغير كل يوم، وفي حاجات قيمتها بتزيد مع الوقت زي الذهب بالظبط. قيمته بتزيد كل يوم، كل ما يقدم قيمته بتزيد. والعربية اللي معانا النهاردة هي الذهب الأسود لعالم العربيات، مرسيدس سي 180. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود رمضان من قناة محمود رمضان اوتو تك، والنهاردة معانا مرسيدس سي 180 موديل 2018 دبليو 205. والحقيقة دي مش مراجعة لأن العربية مش محتاجة مراجعة من حد، ولكن أنا هقول لكم على شوية حاجات وتفاصيل صغيرة وإمكانيات فيها تخليك تعرف ليه عربية مرسيدس مسيطرة من القرن اللي فات لحد 2026. بصوا بقى على التحفة دي. العربية دي فعلا تصميمها سهل ممتنع. أول ما تبص عليها هتحس إنها اس كلاس بس بحجم أصغر وأشقى شوية. الخطوط الجانبية انسيابية جدا ومسحوبة لورا عشان تديك إحساس بالسرعة حتى وهي واقفة. المقدمة هجومية بامتياز مع الشبكة الكبيرة وفوانيس الليد هاي بيرفورمانس اللي بتخلي شكلها شيك ومرعب بالليل. ومن ورا التصميم ملموم وفخم، بيجمع بين الهيبة الشبابية وبين وقار مرسيدس المعروف. باختصار هي عربية شيك في كل تفصيلة، وتصميمها لسه بيلفت الأنظار وكأنه نزل النهاردة. ماشي. طبعا العربية بتيجي بموتور 1600 سي سي تيربو، بتطلع 154 حصان و250 نيوتن متر، بتجيب من 0 ل 100 تقريبا في 8.3 ثانية. طبعا ده هو رقم حلو يعني، فاهمني؟ رقم ممتاز جدا بالنسبة للعربية اقتصادية، غير ان الفتيس بتاعها بيجي ب 9 جي ترونيك 9 سرعات. فالعربية تلاقيها مثلا على السرعات العالية هتلاقي ار بي ام قليل جدا، ده بيوفر معاك جامد في البنزين. بس هنا بتكلم اقتصادية عشان كده يعني. غير كده الفتيس دوت مريح جدا في النقل، يعني انت مش هتحس باي نقلات وسلس جدا بطريقه غريبه. والميزه ان احنا عملنا العربيه ديت 2018، دي اول عربيه او اول موديل ينزل فيها الفتيس ده. كان قبل كده فتيس 7 سرعات، عدلوه في الموديل اللي هو 2018 ده قبل الفيس ليفت على طول. العربيه عموما الشكل ده اللي هو الدبليو 205 بدأ من 2014 لحد 2021. جه من اول 2019 فيس ليفت، اتغير حاجات بسيطه وعدلوا حاجات بسيطه زي الفوانيس الاماميه والخلفيه، هبقى احط لكم الصور. وعدلوا الشاشه في الموديل الجديد بقت اكبر شويه، اعرض الزراير في المالتي في الدركسيون بقت تاتش، هنا زراير. طبعا الفئه اللي معانا الافنجر ديت مريحه في العفشه، مش هتسمع بالمطبات، المطبات هتمتص الصدمات بكل اشكالها. زائد ان عزل الهواء والصوت اللي بره كويس جدا، وصوت الموتور مسموع بس لو انت دوست. يعني انت لو جبتها على السبورت بلس مثلا ولا حاجه ودوست هتلاقي صوت الموتور مسموع شويه. فيها طبعا العربيه 4 اوضاع قياده. كام وضع قياده؟ 2 4 4 اوضاع قياده ووضع يدوي. احنا دلوقتي ماشيين على الايكو، ماشي في كومفورت وفي سبورت وفي سبورت بلس وفي انديفيديوال اللي هو اللي في الاول دوت اللي هو الوضع اليدوي ده هنتكلم عليه واحنا واقفين عشان مش هنعرف نشغله دلوقتي. أول ما تفتح باب السي 180 هتحس على طول بهيبة وشياكة مرسيدس اللي متعودين عليها. التابلو تصميمه انسيابي جدا ومعاه تطعيمات البيانو بلاك اللمعة اللي مديها روح عصرية وشبابية للصالون. الميكس هنا بين الجلد الفاخر والألمونيوم ملمسه بريميوم جدا، وما تحسش بوجود بلاستيك ناشف يضايقك وانت قاعد. فتحات التكييف الدائرية الكلاسيكية مدية لمسة رياضية مختلفة، ومعاها شاشة واضحة بتخليك تتحكم في كل حاجة بسهولة. بالنسبة للكراسي فهي مريحة جدا وبتحضنك وانت سايق. ده سر مرسيدس في المشاوير الطويلة، انك بتنزل من العربية وانت مش حاسس بتعب. باختصار صالون فخم وعملي وشيك لأبعد حد. الحلو قوي السيفتي اللي في مرسيدس، العربيه دلوقتي مقفوله. بص الريموت بتاعها لو فتحنا دوسه واحده بس هتلاقي فتح الباب بتاع السواق بس. بص باب السواق فتح بس بقيه الابواب بص مقفوله. دوسه كمان هتلاقي فتح الابواب كلها، والشنطه طبعا. تمام يا جدعان. بص اول لما نركب هتلاقي الشاشه ديت قدامك كده، عدد العربيه طبعا. المفتاح بتاعها ده بيخش هنا كده. طبعا العربيه دي مش بصمه، في منها بصمه طبعا.
طبعا دي اوضاع العربيه لو انت عايز تعملها، احنا زي ما احنا على الايكو. بص يا شباب، مبدئيا كده الفتيس بتاع مرسيدس مش هنا، جيب كده تحت. دي الحاجه اللي بتتميز بيها مرسيدس، ده الماوس بتاع الشاشه، ده الانتر وبتاع، والبكره اللي انت بتعلي منها وبتوطي منها وبتتحكم في الشاشه. بص كده على الشاشه، دي الشاشه. لو انا عايز اتحكم في اي حاجه من الماوس بتاع دي عن طريق البكره ديت والماوس ده. وهنا كده بقى الفتيس بتاعها، بص هو عامل زي الفتيس العادي بس بيبقى في الدركسيون. يعني لو عملت كده تكه لتحت تلاقي الدي فوق الار. لو عايز الان هتعمل دوسه صغيره هيجيب لك الان، ولو دوست على الزرار ده هيجيب لك البي. طبعا في 4 فئات في العربيات المرسيدس، فئه كلاسيك وفئه فينجارد وفئه ثالثه اسمها اكسكلوسيف، والفئه الرابعه طبعا الاي ام جي. الفرق ما بين الفئات دي كلها، كلاسيك بتبقى اقتصاديه خالص ومش منتشره كتير يعني، والافينجارد اللي احنا راكبينها ديت بتبقى الفئه اللي هي المريحه والفخمه وفي نفس الوقت اقتصاديه. والفئه الثالثه اللي هي الاكسكلوسيف دي غالبا هتلاقي العلامه بتاعت مرسيدس مش في الشبكه، مش جوه الشبكه، هتلاقيها فوق على الكبوت. والفئه الرابعه طبعا الام جي ديت اللي هي الرياضيه، اللي هي هتلاقي مواترها كبيره وعفشتها ناشفه. طبعا اكتر فئتين منتشرين هنا في مصر بالذات اللي هي الافينجارد والاي ام جي. طبعا العربيه العزل مش هتكلم عليه، عزل العربيه ممتاز. بص يا جدعان، من ضمن الفيوتشر اللي في العربيه ديت، هي حاجه بسيطه بس حلوه قوي من مرسيدس. بص كده فوق على الكونسوله اللي فوق ديت هتلاقي فيه 3 زراير عندك. بص الزرار اللي هو الصيانه، وزرار اسمه SOS، وزرار علامه تعجب كده. ال3 زراير دول طبعا ليهم فايده. الزرار بتاع الصيانه دوت لو دوست عليه، لو انت عطلت في اي وقت في اي طريق ايا كان، بتدوس عليه يروح متصل بصيانه مرسيدس مباشر، يبعتوا لك winch عشان ياخدوا العربيه. في زرار في النص اسمه SOS، ده بتاع طوارئ. لو لا قدر الله حصل حادث او انت شفت حادث يستدعي ان انت تكلم الطوارئ فيه، بتدوس عليه برضو يتصل بالطوارئ مباشر. الزرار الثالث اللي هو علامه التعجب دوت، ده برضو لو انت عايز تعرف اي معلومه او اي امكانيه في العربيه بتاعتك الجديده لو انت لسه جايبها، بتدوس عليه برضو بيوصلك بالدعم بتاع مرسيدس مباشر، بحيث ان هو يقول لك كل المعلومات اللي انت عايزها. ماشي. والجميل بقى في كده ان الاتصال ده كله مش متوصل بشريحه او حاجه، هو متوصل بالقمر الصناعي على طول. فانت لو العربيه ديت في اي دوله، لو انت في مصر هتلاقي مثلا SOS ده اتصل بالطوارئ بتاعنا 112 مثلا. ممكن نجربها معانا، بس كده ندوس عليها. بص كده جاب على الشاشه جاري الاتصال بالطوارئ، وهيتصل طبعا بالطوارئ على طول. مرحبا بكم في شرطة النجدة. بس اتصل على طول. احنا طبعا نقفل باللغة العربية. بس طبعا الشاشة هنا مش تاتش، بتتحكم فيها كامل بالماوس. فدي حاجة حلوة. طبعا قفلنا ده تاني، ولو كنا كملنا طبعا كان هيتصل وكنت هترد على المكالمة عادي وتبلغ البلاغ اللي انت عايزه. وعلشان مرسيدس عارفة إن السواق بشر، مأمنة طريقك ب3 عيون. العين الأولى هي عينك أنت، والعربية بتراقبها بنظام Attention Assist اللي بيفوقك بفنجان قهوة لو حاسس إنك بدأت تتعب أو تنام. أما العين التانية هي الكاميرا اللي فوق المراية، ودي وظيفتها تقرا الطريق وتظبط لك الإضاءة العالية أوتوماتيك عشان ما تعميش اللي قدامك، وتحذرك لو خرجت من حارتك. والعين التالتة هي طبعا الرادار اللي وظيفته بيسبقك بخطوة في الفرامل لو الطريق غدر بيك فجأة. 3 عيون شغالين مع بعض عشان يضمنوا إنك تخرج مشوارك وترجع بيتك بالسلامة. الرادار الأمامي اللي مرسيدس حطاه في العربية دي مش مجرد جهاز تنبيه، ده منظومة كاملة بتراقب الطريق طول ما انت ماشي. يعني مثلا لو المسافة بينك وبين اللي قدامك بدأت تقل زيادة عن اللزوم، أول حاجة بيعملها إنه ينور لك مثلث أحمر في العدادات عشان ينبهك. ولو فضلت مقرب والمسافة بقت خطر، بيبدأ يديك تنبيه صوتي عشان تفوق.
طب افرض انت فقت وبدأت تفرمل فعلا بس الدوسة كانت ضعيفة شوية. هنا بقى بيتدخل نظام الادابتيف بريك اسيست. الرادار بيحسب المسافة وقوة الفرامل اللي انت محتاجها بالظبط، وبيروح هو مغذي الفرامل بقوة زيادة عشان العربية تقف قبل ما تلمس اللي قدامك. والاكتر من كده، لو انت سرحان خالص ومخدتش اي رد فعل، العربية بتاخد قرار الفرملة الذاتية بدالك، وبتبدأ تفرمل لوحدها عشان تمنع التصادم او تقلل قوته لأقل درجة ممكنة. يعني من الآخر أنت معاك مساعد طيار عينيه ما بتنامش، وبيصحح غلطاتك في أجزاء من الثانية عشان سلامتك وسلامة اللي معاك. سيبك بقى من الرادار وتعالى نركز في القوة اللي بتوقف المرسيدس دي في مكانها. السي 180 مجهزة بمنظومة فرامل متكاملة، بتبدأ من الأدابتيف بريكنج، وده نظام ذكي بيخلي الفرامل دايما جاهزة ومقربة من الطنابير. يعني أول ما تلمس الدواسة تلاقي استجابة فورية من غير أي بوش أو تأخير. ومش بس كده، العربية فيها نظام هيل ستارت اسيست اللي بيثبتها لو واقف في مطلع او في اشارة مثلا، ونظام البريك دراينج اللي بيمسح المية من على الطنابير لوحدها وانت ماشي في المطر عشان فراملك تفضل قوية. وطبعا الثبات الالكتروني الاي اس بي هنا في حتة تانية خالص، لانه بيوزع قوة الفرامل على كل عجلة لوحدها لو حس ان العربية هتهرب منك في ملف او مناورة سريعة. باختصار، مرسيدس عاملة هندسة فرامل تخليك دايما حاسس انك مسيطر مهما كانت الظروف. العربية دي كلبش في الأرض. في الآخر السي 180 مش مجرد عربية فخمة، دي منظومة أمان متكاملة بتمشي معاك على الأرض، بتديك البرستيج اللي بتتمناه وفي نفس الوقت مفتحة عينيها معاك في كل لحظة عشان ترجع بيتك بالسلامة. لو عجبكم الفيديو ده وشايفين إن مرسيدس فعلا في حتة تانية، اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة عشان لسه عندنا مراجعات تانية لوحوش تانية كتير. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.